مالك؟ مفيش. مالك؟ معلش ما قلتلك مفيش يا ستي، ابوس ايدك. مالك؟ مفيش. المرأة مالها بجد؟ بحث. انت عمرك ما عملت كده. الاهتمام ما بيطلبش فمطلوبه. بص يا سيدي، الموقف باختصار انك بتسأل المرأة مالك من 20 سنة فاتت، بس انت مش بس متأخر في السؤال، انت كمان ما بتسمعهاش. بتسألها مالك وتسيبها وتمشي. طب اقعد اسمعني، خلي عندك دم. يعني مثلا عندك صوت الستات في الانتخابات، الست ما كانش ليها صوت في الانتخابات لحد نص التسعينات مثلا، فانت كراجل وانتوا كمجتمع عاملين للست ميوت من بدري. اقول لك الموقف بشكل اوسع شويه. الست ما كانوش بيعدوها في التعداد السكاني بتاع بريطانيا، يعني تعداد سكاني كبير كده زي اللي عندنا بيعد رجاله بس. طب عمر الكوكب بقى لوحدك يا ذكر. انا مش هتعصب. المراه ما ينفعش تعصب في اليوم العالمي بتاعها. خلينا نبص على الايجابيات. جبت الإيجابيات. في 3 مارس 1956 الست المصرية بقى ليها صوت في الانتخابات لأول مرة. لا ده مش كده وبس، ده ممكن تترشح في الانتخابات دي كمان. وعملوا حاجة ما خطرتش على بال أي حد، وسووا ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. القانون صدر سنة 56. سنة 57 السنة اللي بعدها 6 ستات بجد مش افيه اترشحوا للانتخابات البرلمانية. انجز وقت فاز منهم 2. شغل احنا ما بنضيعش وقت. وعندك بقى سنة 64 واضح ان الحكومة وثقت في الست باين، فقامت جايه معيناها في كل الهيئات والمصالح الحكومية. وفي 3 مارس اللي فات ده يكون عدى على نضال الست المصرية 64 سنة. عايزين نتعامل مع شهر مارس ده ان هو شهر انثوي. 8 مارس عيد المرأة العالمي، و21 مارس عيد الأم. طب ليه يوم 8 مارس هو يوم المرأة العالمي؟ علشان المرأة حرة. انا اقول لك ليه. مجموعة من العاملات في امريكا نزلوا للتظاهر في الشوارع للمطالبة بشوية حقوق كده خفيفة، يعني مثلا ساعات عمل آدمية، سووا الرواتب بتاعتنا بالرجالة. عايزة المرتب في ايه؟ ما انت اكيد بتاخدي مصروف من باباكي او جوزك. مش متجوزة؟ ما انت مش فاتحة بيت، هتاخدي الفلوس تعملي بيها ايه؟ هعمل بيهم مراكب ورق يا سيدي. انت مالك؟ ده انت رخم قوي. كل سنة بنحتفل بعيد المرأة كان بيبقى علشان هدف معين. في 2019 مثلا كان من اجل المساواة، و2021 المرأة في القيادة، وفي 2022 من اجل غد مستدام نطالب بالمساواة. اما بقى عن شعار 2023 فسيبوا الست في حالها، عشان اقسم بالله هنسيب لكم الكوكب ومش تعرفوا لنا طريق.